ما كنتش أتخيل إن موقف صغير زي ده قادر يغير حاجات كتير في حياتي. كان عيد ميلادي وكنت محضر رسمة فيها أنا وبابا وماما عشان أوريها لكل قرايبنا اللي موجودين، بس واحد منهم قرر يتريق على الرسمة وبدأ اللي حواليه يضحكوا، وبص لأبويا وسأله: بذمتك ده شبهك؟ أبويا ابتسم وحضني وقال له: أيوة ده شبهي أكتر مني، عشان كل زعل يتحول لفرحة. ومش بس كده، ده أبويا سحب ورقة بيضة من جنبه وادى الراجل قلم وقال له: بس لو تعرف ترسم لنا أحسن منه اتفضل. عشان الراجل يسكت وكل اللي حواليه يضحكوا، بس المرة دي عليه. من يومها واتزرع في قلبي ثقة في نفسي عمرها ما اتهزت. كبرت أكتر، ومع كل مرة كان مدرس بيقول لي: أدي دقني لو بقيت حاجة. كان بيرن في وداني صوت أمي وهي بتقول لي: إحنا في ظهرك لحد ما تحقق كل أحلامك. الطفل اللي كان بيشخبط على ورقة عشان يعبر عن حبه لأبوه وأمه دخل فنون تطبيقية قسم جرافيك، وتخرج وكبر واشتغل في الدعاية والإعلان من أصغر شركة لأكبر شركة مالتي ناشونال. وكان دايما قدامي كلمة والدي وهو بيقول لي: طول ما انت بتسعى ربنا هيكرمك ويرزقك باللي تتمناه وأكتر. فاكر كل مرة الحب ما كانش كفاية إن احنا نكمل، وأمي وهي بتقول لي: هيجي يوم شبابيك قلبك هتتفتح للي يستاهلها وعمرها ما هتتقفل. كنت بضحي بكل حاجة عشان أوصل لحلمي، وكل ما كنت بضعف كنت بفتكر أمي وهي بتدعي لي بعد كل صلاة فجر: ربنا يناولني اللي بحلم بيه. لحد ما جه اليوم المناسب وأنا بحط كل حاجتي في صندوق وبسيب ورقة استقالتي عشان أبدأ في تحقيق حلمي وأفتح مشروعي الخاص. بس ما كنتش عارف هقدر أتحمل المرة دي الريسك ولا لأ. نزلت من الشركة ولقيت أبويا من غير ما يقول لي مستنيني. جريت على حضنه كأني نفس الطفل اللي كان بيهرب لحضنه في عيد الميلاد، وبصيت له وأنا قلقان وسألته: تفتكر هنجح؟ عشان يرد بهدوء المعتاد: هتنجح، وأيا كان اللي هيحصل أنا فخور بيك. وابتديت أشتغل على تأسيس شركة صغيرة اسمها سيدرا ميديا. ساعات شغل بتوصل ل16 ساعة في اليوم. عدد التيم زاد واحدة واحدة، والعميل بقى 2 و3 و20، واسم سيدرا ميديا بقى يتعرف أكتر وأكتر. والنهاردة افتتاح أول فرع شركتي بره مصر في الرياض بالسعودية، وإن شاء الله مش الأخير. شفت في عيون أمي وأبويا نظرة فخر كانت أهم عندي من أي إنجاز تاني حققته. ده غير إن سيدرا لسه مكملة نجاحاتها، وإننا بنأسس لشركة ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا والموبايل أبليكيشنز. من سيدرا ميديا بنقول لكل أب وأم حموا ولادهم من اليأس والخوف: شكراً. وبنفكر كل عيلة إن الفعل البسيط اللي بيتعرض له طفلك قادر يغير حياته كلها قدام، للأفضل أو للأسوأ. فتحبوا تشوفوا ابنكم إزاي؟ حابين تزرعوا إيه جواه قبل ما يطلع على مسرح الدنيا؟ خوف ويأس وقلق، ولا ثقة وأمل وإيمان يخليه قادر يقف في وش أي صعب هيقابله ويوصل للي بيحلم بيه؟